السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشوفوا شنو هما المعلومات الأساسية اللي خصك تعرف قبل ما تبيع الدار ديالك ولا تبيع شي عقار. وغنشوفوا أيضا كيفاش كنحسبوا الضريبة على الأرباح العقارية، يعني منين نبيع العقار ديالي ولا نبيع شي دار ولا نبيع شي أبارتومون، كيفاش كنحسبوا هذيك الضريبة على الأرباح. في هذا الفيديو غنشوفوا أيضا فوقاش نقد نبيع الدار ديالي بلا ما نخلص والو. غنشوفوا في هذا الفيديو ايضا شنو هي النسبة اللي غادي نخلص على داك الشيء اللي ربحته من البيع. والنقطة الأخرى اللي غادي نشوفوها في هذا الفيديو شنو هي المراجعة الضريبية، وغنشوفوا شنو هي الأجال اللي خص دار فيها الديكلاراسيون ديال البيع. قبل ما ندوزو باش نوريكم كيفاش كنحسبوا الضريبة على الأرباح العقارية، غنبداو بأول حاجة نجاوبوا على هذوك الأسئلة اللي سولناهم في الأول ديال الفيديو. نبداو بأول حاجة، هي فوقاش نقد نبيع الدار ديالي اللي ساكن فيها بلا ما نخلص والو. كاين واحد الشرط باش تقد تستافد من هذا الإعفاء الضريبي، هي أنك تكون هذيك الدار ساكن فيها بصح، وتكون ديجا درتي واحد التصريح بأنك هذيك هي السكنة الرئيسية ديالك. وخصك تحترم واحد الشرط آخر، هي أنك ما عندكش الحق تبيع قبل ما تدوز من 6 سنين من اقتناء السكن. يعني إلا شريتي هذيك الدويرة نقولوا دابا واحد 3 سنين، ما عندكش الحق تبيعها، حيت إلا بعتي دابا في هذه الحالة هذه غتخلص الضريبة. ولكن خص دوز واحد 6 سنين، دابا رجعوها ولات 5 سنين مع القانون المالية ديال 2023، ولات 5 سنين. دوز هذيك 5 سنين عندك الحق أنك تبيع الدار ديالك وما تخلصش الضريبة. وبالنسبة للبورسونتاج اللي غتخلصوا على داك الشيء اللي ربحتيه من البيع، هو 20%. ابتداء من 2023 غتولي 20% على جميع العقارات، على كل شيء. بشحال هذه كانت النسب مختلفة، دابا ولات 20% بالنسبة لكل شيء. دابا غندوزو للأجل اللي خص دار فيها الديكلاراسيون كونكوا راك بعتي. هاد الأجل هذا ما خصكش تفوت شهر، يعني ابتداء من إبرام العقد النهائي ديال البيع ما خصش تفوت شهر. واحد المعلومة أخرى كنت نسيتها، هي أنه في حالة إلا كنتي بعتي شي دار اللي القيمة ديالها ما كاملاش 14 مليون، هنا في هذه الحالة كتكون معفي من أداء الضريبة على العقار، يعني على هذوك الأرباح ما كتخلص والو. دابا غنهضروا على واحد الحاجة مهمة ومهمة بزاف اللي غيبدا التطبيق ديالها في 2023، وهي المراجعة الضريبية. الدولة دارت واحد الريفيرونس، واحد المرجع ديال لي بخي في أي بلاصة وأي عقار. ملي كنهضروا على العقار كيشمل كل شيء، كيشمل الأراضي، كيشمل الديور، أي حاجة. وفي أي منطقة جات الدولة دارت واحد الريفيرونس ديال لي بخي. كاين واحد المرجع في الأثمنة، دارت واحد التقييم بالنسبة لكل أرض، كتعطيها واحد القيمة معينة بشحال ساوية في المتر في هذيك المنطقة. ناخذ مثال أنني أنا كنبيع الدار ديالي اللي كاينة في واحد المنطقة إكس. الدولة ديجا دارت تقييم لهذيك الدار ودارت ليها الثمن، يعني مرجعي، ولا ان بري دو ريفيرونس. يعني في هذيك البلاصة قالت لك الدولة باللي مثلا المتر كاري تما ساوي، ولا هذيك الدار مثلا عندي ساوية 40 مليون، أنا جيت بعتها مثلا ب30 مليون. ونفترضوا أنني موراها احترمت الأجال ودرت الديكلاراسيون ديال البيع ديالي في الأجال، والمهم سويت الأمور القانونية كما يجب. الدولة كتشوف هذيك الديكلاراسيون اللي درت بارابور، يعني بالمقارنة مع الثمن اللي داير المتر كاري في هذيك البلاصة، ولا هذيك الدويرة في هذيك البلاصة. هي دارت، المهم اعتبرتها أنها هي ساوية 40 مليون وأنا بعتها غير ب30. هي شنو كدير الدولة هنايا؟ هي كتصيفط لك واحد المراجعة الضريبية، كتصيفط لك واحد الورقة كونكوا بحال اللي درت ان فوس ديكلاراسيون. الدولة عارفة أن القيمة ديال هذيك الدويرة في هذيك البلاصة في هذه الوقيتة ساوية 40 مليون، وأنا ديكلاريت غير 30. هي كتفترض أنني بحال اللي شديت واحد 10 المليون شديتها في النوار، و30 مليون درناها في عقد البيع. على داك الشيء كتصيفط لي هذيك المراجعة الضريبية باش تقول لي راه خصك تخلص على هذيك 10 المليون اللي ما ديكلاريتش.
في هذه الحالة خصني نبين بجميع الوسائل للدولة كونكوا راه انا شديت غير 30 مليون في هذيك الارض، سينو غنخلص الضريبة اللي تصيفطات ليا في هذيك المراجعة الضريبية. دابا غندوزو غنشوفو كيفاش كنحسبو الضريبة على الأرباح العقارية. نفترضوا أن عندنا واحد الدار اللي اتفقت مع واحد الشاري، يعني مع واحد السيد اللي باغي يشريها، اتفقت معاه على الثمن ديال البيع اللي هو 100 مليون، وانا هذيك الدويره كنت شاريها ب 80 مليون في 2018. وكاينين شي مصاريف ديال الشراء. منين كنهضر على مصاريف ديال الشراء كنهضر على التحفيظ اللي درتو ب 12000 درهم و600. كنهضروا على التسجيل، المهم التحفيظ والتسجيل اللي التوتال ديالهم 12000 درهم و600. وكان الموثق خلصتو ب 12000 درهم. وكانوا شي اصلاحات اخرين اللي عندي لي فاكتور ديالهم اللي ساويين 25000 درهم و400. 25000 درهم يعني 2.5 مليون تقريبا و400 درهم. الصيانه ما درتهاش. وهاد الارض هادي شريتها من مالي الخاص، يعني ما كاينينش فوائد ديال الدين ديال الكريدي باش نزيدهم هنايا، حيت حتى هما كيتزادوا في مصاريف الشراء الا كنتي شريتي مثلا بالكريدي. هنايا في التوتال لقيت انني مصاريف الشراء هي 5 المليون. اول حاجه خصني نحسبها هنايا هو ثمن الشراء الحقيقي اللي شريت به هاد الدار هادي، حيت كيف قلت لكم ثمن الشراء كاين 80 مليون، وزيد عليها هادوك المصاريف الشراء اللي حسبت لكم ما بين التحفيظ والموثيق والاصلاحات. هاد الشيء كيعطينا المجموع، كيعطينا 850 ألف درهم اللي هي 85 مليون. دابا كنشد هذاك المبلغ اللي لقيت اللي هو 85 مليون وكنضربو في واحد المعامل كيتسمى معامل التحيين. هنايا بالنسبة لسنة 2018 اللي هي سنة فاش شريت هذيك الأرض، كان هذاك المعامل التحيين 1.090. يعني في كل سنة كتلقى واحد المعامل مختلف. يعني انت مثلا الا شريتي في 2010 يعني غيكون واحد المعامل اخر. غتدخل لواحد الجدول، واحد الطابلو اللي دايره الإدارة العامة للضرائب، وغتلقى معامل التحيين الخاص بهذيك السنة اللي شريتي فيها. وهنايا منين كنشد هذيك 85 المليون وكنضربها في 1.09 كنلقى 92 مليون و650، هي 926 ألف درهم و500. هذا هو الثمن الشراء الحقيقي اللي شريت به. ودابا كنشد هذيك ثمن البيع نحيد منه ثمن الشراء الحقيقي. ثمن البيع اللي قلنا باللي 100 مليون، وثمن الشراء الحقيقي اللي هو 92 مليون و650. هنايا كنلقى 73 ألف درهم و500 اللي هي 7 المليون و350. هذا هو المبلغ ولا هذا هو المونطون اللي غنتباز عليه باش نحسب الضريبة على الأرباح. كنشد هذيك 73 ألف درهم و500 اللي 7 المليون و350 وكنضربها في 20% اللي قلت لكم هو لوطو اللي كيطبق ولا البورسونتاج اللي كيطبق باش نحسبوا الضريبة على الأرباح العقارية. هنا كنلقاو باللي خصنا نخلصوا 14 ألف درهم و700، يعني 1,470,000. هذه هي الضريبة اللي خصها تخلص اللي قلت لكم 1,470,000، 14 ألف درهم و700. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا. والسلام عليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله.